بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد زين المرسلين. يقول المولى عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء والأعمال الصالحة والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين. وكان سيد النبي في ليلة القدر أكثر الدعاء متاعه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن جملة ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي الليلة هذه مثالش الإنسان يلين قلبه وتدمع عينه من خشية الله، ويشعر بلذة واستمتاع بقيام هذه الليلة المباركة. وما فيها باس الإنسان يكثر من الدعاء ليه ولعياله وأحبابه، وخاصة الوالديه سواء كانوا أحياء أو أموات، وذلك بقلب خاشع وبحضور كل الجوارح متاعه بوجد وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى، مستفتح الدعاء بالصلاة على الحبيب المصطفى، ويدعو ما يشاء رغبة من الله أن يستجيب دعاءه ويعطيه ما يتمنى، فهو الجواد الكريم والمعطي بدون عد ولا حصر. ثم يختم دعاءه بالصلاة على الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكركم على حسن المتابعة والاستماع والاهتمام، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. نتمنى لكم الصحة والسعادة والهناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.